لو عندك شوية دقيق يلا تعالي نعملي معايا الفطاير الحلوة دي. سهلة وبسيطة ويعني مش هتاخد منك 10 دقايق. حاجة كده تحفة، تعمليها بمنتهى البساطة، ممكن تنفع معاكي بحشوات كتيرة قوي. انا النهاردة عاملاها بحشوة بسيطة وسهلة يعني، وان شاء الله متوفرة في كل بيت. اول حاجة نسمي الله وننزل على الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف مقاديرنا السهلة البسيطة دي عملناها ازاي. اول حاجه اكون مجهزه عندي حبايتين متوسطين من البطاطس بالشكل ده كده، بقشرهم واقطعهم مكعبات وانزل عليهم بشويه ميه وعلى البوتاجاز اسلقهم. بعد ما يتسلقوا عندي هسيبهم بقى يتسلقوا كده براحتهم، واجي عندي بقى هنا اجهز ايه العجينه بتاعتي. 3 كوبايات دقيق، هنزل عليهم بربع معلقه ملح وكوبايه ميه. هبدا اعجن بالشكل ده كده، هتاخد معاكي كوبايه ميه، كوبايه ومعلقه حسب نوع الدقيق اللي عندك. بعجنها بالطريقه دي، بنزل بباقي الميه عندي، بنزل بالميه بالتدريج. هنا بعد ما عجنتها بالشكل ده كده هنزل عليها بمعلقتين من الزيت. الزيت مهم جدا معايا في المرحله دي، بينعم العجينه معايا وبيخليها طريه وتحفه. بعد كده انا هقطعها على طول، ببدا اعملها بشكل اسطواني كده وابدا اقطعها قطع متساويه. الثلاث كوبايات دي دول عملوا معايا حوالي 15 فطيره او 16 فطيره. تحفه. ببدا اخدهم كده قطع متساويه بالشكل ده كده، وبعد ما اخلص تقطيع هغطيها بكيس بلاستيك عشان وشها ما ينشفش معايا. بعد كده هبدا اجيب بقى البطاطس عندي بعد ما اتسلقت وصفيتها من الميه حلو قوي، هنزل بالملح وهنزل بربع معلقه فلفل اسود وربع معلقه من الكمون وربع معلقه من البابريكا، وهبدا اهرسها حلوه قوي معايا. بعد كده بقت جاهزه عندي الحشوه بتاعتي، تجنن، وتقدري تستخدمي اي حشوه تانية عندك انتي بتحبيها. هجيب بقى عندي العجينه بتاعتي بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. طبعا انا سبتها حوالي 10 دقايق ترتاح على بال ما جهزت البطاطس. بعد كده هنزل بحشوه البطاطس اللي عندك بقى شويه جبنه موتزاريلا ممكن تضيفيها، عايزه تضيفي اي انواع حشوه تانية تقدري تستخدمي العجينه دي في يعني في مليون حشوه، اللي نفسك فيه تقدري تحطيها فيه. بعد كده بالشكل ده هبدا افردها، بتكون عندي بالشكل التحفه ده فطاير تجنن. بجيب الطاسه بتاعتي بقى على النار واحط فيها شويه زيت صغيرين، مش كتير خالص، يعني تقدري تقولي ربع كوبايه زيت، وهبدا انزل بالفطاير بتاعتي بالشكل ده على نار متوسطه. اول ما تاخد لون من تحت هروح قلبها الناحيه التانية، تاخد لون من الناحيه التانية كمان، بتكون عندي بالشكل الروعه ده فطاير تجنن بجد، حلوه قوي قوي قوي. شايفين؟ تحفه تحفه تحفه، ان شاء الله يا رب تعجبكم باذن الله. طالعه معايا حاجه حلوه قوي، ناشفه من بره، الحشو فيها طعمه قوي من جوه، تقدري تستخدمي اكتر من نوع من الحشوات. شايفين القرمشه؟ تحفه. سهله بسيطه، تنفع الولاد في المدارس، تنفع معاهم في اللانش بوكس تغيير. اقدر احشيها فراخ، احشيها لحمه، احشيها حاجه حلوه. بصي تقدري تستخدمي فيها مليون حشوه زي ما قلت لك. سهله وبسيطه بشويه دقيق وميه مش اكتر من كده. تقدري بقى يعني تبداي باي انواع حشوه موجوده عندك بواقي لحمه، بواقي فراخ، عندك جبنه رومي، عندك كرانشون، عايزه تعملي فيها اللي نفسك فيه تحشيه احشيه. سهله وبسيطه، يا رب الوصفه تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والتعليقات بتاعتكم، انا بشوفها وبرد عليها بنفسي. محتاج اي حاجه يكتبي في التعليقات، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. مستنيه تطبيقاتكم الحلوه ان شاء الله. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد.